السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة روفي تيوب. والنهاردة معانا ان شاء الله طريقة رول الفراخ، ونشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي. اول حاجة هنا انا فرمة بصلاية، بصلاية صغيرة مش بصلاية كبيرة. وعندي هنا كان كيلو بانيه. مش عايزة اعمله بانيه، رحت ماسكاه مقطعه قطع صغيرة وحطيته في قلب الكبة مع البصلاية. بعد ما فرمت البصلاية حطيت عليها الفراخ، فرمت فيها. وانا بفرمها نزلت برضو 3 فصوص توم عشان يتفرموا فرم ناعم مع الفراخ. هنا انا كنت فرمت كيلو الفراخ كله، اللي هو البانيه المتقطع او الصدور المتقطعة، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، بهار مشكل، بصل بودر وتوم بودر، ومعايا هنا بيضة صيني وشوية قرفة. وكان معايا هنا برضو خدت حبة بقدونس فرماهم ناعم، ورحت عجنة كله في قلب بعضه كويس جدا، وفردت استرتش على الرخامة. وافرد بقى عليها الفراخ بعد فرمها واللي انا عملته فيها ده كله، واسويها كده، اعملها مربع او مستطيل متساوي، اسوي الجناب واسويها من جميع الحروف عشان تطلع معايا شكلها كويس وفي اللف تبقى مظبوطه. لو حسيتي ان العجينه خفيفه معاكي بتاعه الفراخ، ممكن ان انتي تزودي لها شويه بقسماط. محتاجه مش محتاجه خلاص. ممكن برضو تحشيها اي حشو انتي عايزاه. انا هنا النهارده ما عنديش الا زيتون، وما عنديش الا جبنه موتزاريلا. حشيتها زيتون وجبنه موتزاريلا. عندي صوابع موتزاريلا بحشي، عندي جبنه رومي بحشي، ممكن رز بسمتي بحشي او رز بالخلطه بالكبد والقوانص، ممكن لحمه مفرومه مع الصجع. اي حشو انت ممكن خضار سوتيه زي ما انتوا شايفين. بعد ما حطيت الحشو اكبس كده الرول وانا بلفه، واخد بعد كده بعد ما لفيته كويس اخد الحرف الاخراني اتنيه عليها، وابدا الف كويس او البلاستيك راب او الاسترتش، ابرمه كويس قوي قوي. وبعد كده اديله برمه كده بايدي علشان خاطر يتضغط كويس قوي ويفرغ اي هوا بداخله، عشان ده بيساعدني لما اجي اقطعه ما يبقاش فيه فراغات من جوه. طبعا انا خليته بالاسترتش زي ما هو، وبعمل كده بعد كده ورق الفويل الفه لفتين عكس بعض. طبعا لازم البلاستيك راب او الاسترتش قبل الفويل، علشان خاطر الفويل غلط جدا في السليق على الاكل. انا حطيته هنا في ميه، وكل شويه مثلا كل 10 دقايق اقلبه من الجنب ده للجنب ده عشان كله ياخد سوا واحد. الميه ما ضفتلهاش اي حاجه، لان هي كده كده الميه ما بتدخلش للفراخ. اخدت معايا قد ايه؟ اخدت ساعه الا ربع. ده شكلها النهائي بعد ما طلعت من الميه، متماسكه جدا، الميه مش داخلاها، ما فيش اي حاجه فيها. هعمل لها بقى صوص كده ادهنه بيه. خدت معلقه مايونيز على معلقه كاتشب على معلقه باربيكيو، واحط ملح وفلفل او اي بهارات انا عايزاها، وابدا ادهنها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واكون حاطه طاسه على النار فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، وابدا اقليها فيه. اهو متماسك جدا، ماسكاه بايدي، متماسك قوي قوي، مفيهوش اي حاجه خالص. اهو زي ما انتوا شايفين بنيمها على الجنب اللي انا دهنيه، وابدا ادهن الجنب اللي مش مدهون، واسن شويه بقى واقلبها لحد ما تاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده في الاخر من جميع الجهات. قد ايه تحفه ولذيذه، وفي التقديم بتبقى شيك، وبتنفع في العزايم بتبقى جميله جدا. طبعا المفروض تبرد خالص، بس هنا في البيت عندي مستعجلين على الغدا فاضطريت اقطعها. زي ما انتوا شايفين متماسكه وجميله، وريحتها كمان فظيعه. اهو شايفين من جوه الحشو عامل ازاي. قطعتها ورصيتها ورشيت معاها بقدونس، بيبقى تحفه قوي. ويا رب تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه، ريحتها جميله وطعمها اجمل، وبصراحه حلوه جدا جدا، وبتنفعني في العزايم قوي قوي قوي. بس بحشيها بقى لحمه مفرومه كمان مع الصجا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه لو بتشوفونا لاول مره. والسلام عليكم.